السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من معلوماتك اليومية. في حاجات غريبة بتحصل حوالينا وممكن تبقى بتحصل كل يوم وإحنا مش واخدين بالنا. بس في وسط كل الغرائب دي تيجي قصة الضبع اللي موته مش زي أي حيوان تاني. ليه الضبع لما يموت لازم يدفن بتصريح من الشرطة؟ تعالوا نشوف مع بعض جوه القصة دي ونكشف أسرار مذهلة. تعالوا في الأول نعرف خطورة الضبع بعد موته. الضبع مش مجرد حيوان بري بيمشي في البرية وخلاص، ده حتى بعد موته بيشكل خطر حقيقي. جسم الضبع بيبقى مليان بفيروسات وبكتيريا وأمراض خطيرة، زي السعار اللي ممكن ينتقل لأي حيوان أو إنسان يتعامل معاه. وعلشان كده السلطات لازم تتأكد إن الجثة بتتعامل معاها بطريقة آمنة، وعشان كده لازم تصريح رسمي من الحكومة. طب يا ترى الخطورة في الأسباب اللي احنا قلناها دي بس ولا في أسباب أعمق من كده؟ يلا بينا نعرف أكتر. استخدامات سحرية. في ثقافات كتير خصوصا في بعض مناطق أفريقيا والشرق الأوسط بيعتقدوا إن الضبع ليه قوة سحرية غريبة. بعض المشعوذين والسحرة بيدوروا على أجزاء من الضبع عشان يستخدموها في الطقوس الغريبة دي، زي مثلا دماغ الضبع اللي كانوا بيقولوا إنها بتخلي اللي يشيلها معاه يختفي عن أعين الناس أو على الأقل ما يبقاش ظاهر للعدو. وعشان كده الشرطة بتراقب أي موت لضبع عشان تمنع استخدام جثته في أعمال السحر والشعوذة. هل الضبع فعلا ليه أسرار تانية مستخبية عنا؟ تعالوا نشوفه في المفاجأة الجاية. القيمة المادية للضبع. الغريبة كمان إن الضبع ليه قيمة مادية. جلده وأسنانه وحتى أعضائه الداخلية كان بيتعمل بيهم تجارة سودا في أماكن كتير. وفي بعض الحالات كانوا بيستخدموا أجزاء الضبع في الطب الشعبي على إنه علاج للأمراض المزمنة. وطبعا كل ده خلى الموضوع أكبر من مجرد موت حيوان، بقى فيه تجارة وفلوس وأعمال غير قانونية محتاجة رقابة شديدة. تفتكروا بقى إن القصة خلصت هنا؟ لأ، لسه في جانب أكتر إثارة مرتبط بالأساطير. الضبع في الأساطير والمعتقدات. الضبع ما كانش مجرد حيوان عادي في القصص القديمة، كانوا بيشوفوه كائن غامض بين الحياة والموت، بين الحيوانات والشياطين. بعض القبائل زمان كانوا بيعتقدوا إن الضبع بيملك القدرة على التلاعب بعقول البشر، وإنه ممكن يسحر ضحيته بالنظرة. والخوف ده اتنقل عبر الأجيال وخلى موت الضبع مش بس حدث بيولوجي، بل حدث مريب لازم يبقى تحت المراقبة. طيب لو الضبع مرعب بالشكل ده، هل ده بس كافي علشان كل العالم يراقب جثته ولا في حاجات أكبر من كده؟ الضبع والقوانين الرسمية مش بس مجرد إشاعات. في دول كتير زي مصر والسودان وبعض دول شمال أفريقيا وفي قوانين مكتوبة بتنظم طريقة التعامل مع جثث الضباع. أي شخص يلاقي ضبع ميت لازم يبلغ السلطات فورا، وبيتم استخراج تصريح دفن خاص ويتم دفنه تحت إشراف رسمي. وفي حالة الإهمال أو التلاعب بجثث الضباع الشخص ممكن يتعرض لعقوبات قانونية كبيرة. هل بقى القوانين دي جديدة ولا ليها جذور قديمة أكتر مما نتخيل؟ الجذور التاريخية للقرار. الحقيقة إن الموضوع مش جديد خالص. من أيام العصور الوسطى كان في ملوك وأمراء مهتمين بتسجيل كل حاجة لها علاقة بالحيوانات الغريبة، خصوصا اللي لها تأثير على المجتمع. وكانوا شايفين إن الضبع حيوان خارج عن الطبيعة، وبالتالي أي حاجة تخصه لازم تتراقب كويس. وهنا التاريخ بيعرفنا إن كان في أوامر ملكية قديمة كانت بتفرض عقوبات على اللي يقرب من جثة الضبع من غير إذن. مع كل اللي احنا قلناه ده لسه في سر كبير بيخلي موضوع الضبع مختلف عن أي حيوان تاني. الضبع وريحته القاتلة. من الحاجات اللي مرعبة للضبع، بعد ما يموت جسمه بيطلع منه روحة قوية جدا ومميتة في بعض الحالات. الريحة دي مش بس مزعجة، لا دي ممكن تسبب اختناق أو تسمم لو كانت الجثة متحللة ومفيش تهوية. عشان كده بيبقوا حريصين على دفنه بطريقة علمية وكمان على رقابة مشددة. تفتكروا بقى الريحة دي سبب كافي ولا الضبع لسه مخبي مفاجآت أكتر؟ الضبع والرمزية في الوعي الجماعي. في ثقافات كتير الضبع أصبح رمز للخيانة والغدر والخوف من المجهول، وده خلى أي حاجة تخصه تبقى مثيرة للقلق عند الناس. ممكن تلاقي خوف لا إرادي في التعامل معاه حتى لو ميت. ده انعكس في القوانين والأعراف.
وحول الضبع لكائن مريب لازم تتعامل معاه بحذر شديد. بعد كل اللي عرفناه ده نقدر نقول إن الضبع مش مجرد حيوان مات وانتهى، الموضوع ده كائن معاه إرث من الأساطير والمخاوف والأمراض والتجارة وحتى القوانين. وعشان كده لما تسمع إن دفن الضبع محتاج تصريح من الشرطة افتكر إنها مش مجرد ورقة، دي قصة مليانة أسرار مخيفة بين الأساطير. وفضلا وليس أمرا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ليوصلك كل جديد.